خالد أهلا بك. كيف تصف لنا الاعتصامات اليوم في اليمن؟ الآن الاعتصامات في اليمن مستمرة، وهنالك اعتصام تم تدشينه في العاصمة صنعاء منذ يوم أمس فيما يسمى الآن بميدان التغيير، وهي ساحة جامعة صنعاء. هنالك آلاف الشباب معتصمين، منهم الكثير أمضوا ليلتهم في ذلك المكان، وقد قررت الأحزاب السياسية أن تنضم إلى هؤلاء الشباب للمطالبة بالتغيير. كما تواردت أنباء عن وصول جنود شاركوا في حرب صعبة وأعلنوا انضمامهم إلى تلك الاعتصامات، بالإضافة إلى إعلان عديد من المشايخ بالانضمام إلى تلك الاعتصامات وإرسال أبنائهم مع المعتصمين كتأكيد لمسألة أن مشاركتهم هي مشاركة فعلية ومشاركة بالتضحية. نعتقد الآن أن الاعتصامات ستتزايد حدة وسيتزايد أعداد الأشخاص الذي سينضموا إليها، باعتبار أن الأحزاب السياسية قد رفضت الآن الحوار في ظل هذه الإجراءات، وقررت أنه يجب أن يكون هنالك تغيير للنظام وإسقاط للنظام. طيب أستاذ خالد، يعني إعلان شيوخ القبائل والعشائر تأييدهم لمطالب الشبان المتظاهرين والمعتصمين، هل يعني ذلك برأيك أن السلطات بدأت تفقد دعم زعماء القبائل والعشائر؟ المشهد في اليمن يثبت أن القبيلة تعرضت لتشويه من السلطة في اليمن، مثلما تعرض الجيش والأمن لهذا التشويه، وأن المجتمع اليمني يعاني من مشكلة. هنالك أيضا بدأت يظهر شعور أن السلطة تحاول استغلالهم والتعامل معهم ككرت وكورقة تحرق في هذه الأزمة، ثم يتم الانقلاب عليها في المستقبل كما حدث ذلك في الماضي. والقبيلة في اليمن تحمل كثير من القيم التي جعلتها ترفض أعمال البلطجة، أعمال الاعتداء، أعمال القتل، وقد استفزت هذه الصور المجتمع القبلي اليمن وأعلن تضامنه مع هؤلاء المعتصمين، وبذلك خسرت السلطة من كانت تعتمدهم أنهم سيكونوا قوى مساعدة لها في قمع حركة هذه الاحتجاجات. صار هنالك تذمر في أوساط الجيش، في أوساط الأمن، خصوصا وأنه قد شهدت الحياة السياسية في اليمن والحياة العملية نوع من المحاباة وتوزيع هذه المناصب على المقربين والمحسوبين على السلطة والأقارب، وتم إقصاء كثير من الشخصيات. طيب إذا سمحت لي أستاذ خالد، يعني الحديث يكثر والوقت ضيق، ولدي سؤال آخر. يعني البعض يرى في المشهد اليمني بعض التضارب أو عدم التوافق بين مطالب الشبان المعتصمين وحسابات القوى السياسية، كيف تقرأ ذلك؟ أنا أعتقد أن الأحزاب السياسية كانت حتى قبل يوم أمس مترددة نتيجة من الخوف من التهديدات التي أرسلتها السلطة بأن تتحول اليمن إلى صومال آخر أو إلى أفغانستان أو إلى العراق، سياسة أنا ومن بعد الطوفان. لكن المشهد الليبي أيضا أعتقد أنه أعطى دفعة للمجتمع اليمني، للشعب اليمني، في أن يكون خياره هو خيار التغيير الجذري وإسقاط هذا النظام الذي تلاعب بكل القيم وبكل المسميات النبيلة، وأن الناس قد وصلت إلى مرحلة من الرقي والإحساس بالتضحية، وخصوصا أنه لم تحدث خطوات حقيقية من هذا النظام تثبت وعوده بإجراء تغييرات. بدلا من أن يتم هنالك خطوات جادة توجه إلى لقاءات بالجيش والعسكر، تم إخراج البراطجة ودفع أموال طائلة لهم ليقوموا بالاعتداء على الناس، وهذا أثار غضب أيضا الجنود والأمن، لأن البلطجي يتقاضى ربع ما يتقاضاه الجندي في الشهر. أستاذ خالد، الآن لنتحدث عن الحوار، وهذا السؤال الأخير. يعني الرئيس عبد الله صالح دعا الجميع إلى طاولة الحوار، هل تعتقد بأنهم سيتجاوبون مع ذلك؟ المعارضة كانت قد حددت أنها لن تقبل بالحوار إلا على قاعدة التغيير، والرئيس صالح لا يريد التغيير، وبالتالي لن يصلوا إلى نقطة اتفاق. الأمر الآخر فيما يتعلق هو دعا المعارضة إلى حكومة وحدة وطنية، في حين أن الصلاحيات هي بيد رئيس الجمهورية، ولم يوجه دعوة إلى أن يكون هنالك مجلس مؤقت ليتولى قيادة البلد في هذه المرحلة من كل الأطياف السياسية.
وإنما قدم لهم طلبات شكلية وتوجه بخطاب التقى بالقيادات في الجيش وفي الأمن، وكانت هذه رسالة لا تنم عن جدية بالاستجابة إلى الحوار، وإنما هو عمل سياسي تكتيكي مع تهديد باستخدام قوى تقليدية وباستخدام المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية لقمع الناس ولقمع هذه الاحتجاجات. نعم، إذن سيد خالد الأنسي المحامي والناشط الحقوقي كنت معنا من صنعاء.